جماعة، هو اللي بيحصل في الساحل ده وخصوصا في مراسي؟ يا نصيبتي، ايه اللي حصل؟ الماسوره الرئيسيه ضربت تاني؟ هو احنا لما اشترينا في مراسي كنا دافعين ملايين عشان الاقي ناس عادية كده عايشة معانا وبتدخل وبتتمشى في وسطنا عادي؟ لا يا حرام، موسيقى حزينه يا ابني، موسيقى حزينه. الموضوع شكله صعب. يعني انت دافع ملايين عشان تروح هناك تلاقي بشر؟ قله ادب. صعبت عليا بصراحه. الناس بتاعت بورتو جولف وبتاعت مارينا ومرايا ايه اللي وصلهم عندنا؟ اصلا ده الموضوع شكله كبير بقى وانا معرفش. يا سبحان الله، امال لو عارف ان انا كنت رايح صيف السنه دي عنده بقى كان هيعمل ايه؟ ابقى انا واقف في سعودي بشتري حاجات من الماركت، اللي واحد جنبي واقف بيشتري ب 20 جنيه جبنه بيضاء. ايوه انا عارف الناس دي شغل علي بيه مظهر ده. طب هي مشكلتك في ايه دلوقتي؟ يعني شغل مشكلتك في الجبنه ولا في سعرها ب 20 جنيه؟ ما يمكن 20,000 وانت اللي ما سمعت. وب 30 جنيه جبنه رومي. جبنه رومي؟ علم بيئه. عكرتوا مزاج الراجل. مين الناس دي ودخلوا ازاي؟ يعني عايز افهم دخلوا ازاي. هجره غير شرعيه، هي ملهاش حل الا كده. انتوا بقيتوا دوله لوحدكم ولا حاجه؟ يعني انتوا بقيتوا معزولين خلاص، بقينا نخش لكم بتاشيره ولا ايه؟ مش فاهم. يا ريت نقف كده مع بعض كملاك ونشوف ايه اللي احنا وصلنا له ده. احنا ندخل خنادق والغام ونجيب شركه امن خارجيه تيجي يعني تقفل لنا الدنيا. يا ريت يا جماعه تلتزموا بالاماكن اللي انتوا عايشين فيها، وتعرفوا ان احنا هنا ما ينفعش اي حد يبقى في وسطنا. ها يا محدثين النعمه، كلام ليك يا جاره. تخش هناك تاني تزمي بقى كده بايه؟ بالعزبه اللي انت قاعده فيها. ويا ريت واقفه مع الامن ومع الاداره عشان نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ازاي. ما خلاص بقى قلنا هنجيب لك امن خارجي بقى، ما تعرفناش بقى في عيشتنا يا عم، في ايه؟ بقول لك بيشتري ب 20 جنيه جبنه بيضاء وب 30 جنيه جبنه رومي. ازاي؟ مين دول؟ انا بس عايز اسال سؤال، يعني هي الجبنه البيضاء والجبنه الرومي يعني دخل الجدول ولا حاجه؟ يعني بتتصرف بروشيتا اليومين دول ولا ايه؟ مش فاهم. بقول لك بيشتري ب 20 جنيه جبنه بيضاء وب 30 جنيه جبنه رومي. ازاي؟ مين دول؟ انا بقول لك تبع باتحاد ملاك مراسي ونشوف الموضوع ده، يا نعليهم ويبقوا زينا، يا ننزل احنا في مستواهم ونعيش كلنا مع بعض.